هذا الفردوس. نعم. أنت مبطي ما جيتنا في البرنامج. والله الجماعة يحضرون وفيهم الكفاية. أي عاد ما أنتم مكروهين. الله يسلمك. اليوم نبي منك سالفة فهذا وقصيدة عن. تبون سالفة؟ سالفة وقصيدة. والله فيه سالفة وهي صايرة في مقاديم السنين. أي. وتخبرون الناس من ذاك الوقت إلى هذا الوقت. القصير له عندهم شان. صحيح. والخوي له عندهم شان والعاني وما يشبه ذلك. هذا محمد بن ضبان من آل خرصان من آل هتلان في الزمان الأول، رجال حنشولي طماع ويحنش الحالة ويجيب الأطماع يوم وقت الأطماع. ركب ذلوله مرة من المرات ومشى معاير له على ناس بينه وبينهم مسافة يمكن 4 أيام، ولا والله خبر مع قيعان خالية وفرقة. ويوم عشى في مكانه اللي ضواه الليل فيه وشب ضوه ولا ذاك الذيب مار عليه، ولا والله ما معه اتفق. تخبرون سلاح العرب قبل من سيف إلى شلفة إلى خنجر. قام يتنهزره سالفة اللي يقول حي السكني ولا الذيب طرقي وفي خلا ولا معه بندق يرميه على بعد، خاف منه. قام يتنهزره ويتهدده، ولا والله الذيب هذا ما عنده نية فتنة. قام يتمطرح مثل ما تمطرح السلقة الراعيها، وقام على جنبه وقام يتمطرح له ويتقرب منه. المهم الرجال هذا ومن من السبع هذا وقابله هناك وربط زين متاعه. ويوم زين متاعه حط له قسم خبزته بينه وبين الذيب، وحط خبزته له على حصاة أمامه وكلاها. سرى قال ما نبقى قاعد في المكان اللي هالسبع فيه، حاف على ذلوله ومشى. ولا والله كل ما أخذ له مسافة لا والله هذا هو مار عليه بالليل. أولا كان تجفل منه الذلول وبعدين واطنت ما عاد جفلت منه. طار عليه المسرى وامساله في مكان. ويوم أخذ توعى من غفوته لا والله خوار الطلي على رأسه. ويوم قام له هذا الذيب ماسك ذاك الطلي برقبته ولا جايبه. قام الرجال وذبح الطلي وحطه في خرجه. ويوم أصبح الصباح مشى. ويوم شاف طوارف العرب فأكمله في مكان الغبي وذيبه عنده، وعطى الذيب نصف الطلي هذا وكلاه. وهو كلا قاسمة الله اللي من ذبيحتهم هذه. ويوم قرب الليل وهو يتوكل على الله معقل ذلوله لها في مكان ومشى مع علمه بالذيب عند الذلول. مشى الرجال وحاف العرب لا والله العرب منتبهين. بقى فيهم غرة ما حصل فيهم غرة. قرب الصباح عود الذلوله. يوم عود الذلوله واقبل عليها لا والله ذلوله عندها زيلة سمارة إبل. حافهم قال قوم جايين ذلول ويتصيدون لي لا والله ما سمع عندها لا وحي ولا شيء إلا صوت إرزام إبل. جاها يوم جاها لغار 2 نضوار اللي هن على بو وبناتهن حقايق معهن ولهن 4. وله هذا الذيب طارح نلبه وحاط يدينه عليه ولهن ذولي يدر جنبه. أخذه وعلقه في غزال الشداد وذاك معدله وذيبه ملح فنبه. ويوم وليل ولين حتى وقرب لها له. يوم قرب لها له وشاف طوارف أهله لا والله يوم خالفه الذيب سمع نبح الكلاب ليوم جر له بذيك العاوية وليوم خالفه. حول الرجال وعقر له واحد من الحقائق وفج له بطنها وراح لها له. جاء له وبشرهم بنايمه. ويوم اجتمعوا الجماعة قال يا جماعة هذا اللي حصل وهذا اللي حصل وتخبرون الخوي له قدر، وهذا خوي اللي أعطيته وجهه وأعطيته أمان. شوفوا في المكان أنذركم لحد يقربه. قال واحد حتى السباع اللي مخاشرتنا في حلالنا تعطيها وجهك ما نعارضها لا بالله يجزي من حين لا بعينه. قال هو وراك وأنا وراك. راح الرجال وذبح الذيب. عندما ذبح الذيب وسمع الرمية أنت يا خوي الذيب وقال والله هذا خويه مذبوح. عاد عليهم شافوه لاحقا حده بالغير شدد هله ونزلهم في مكان متشطب من الجماعة هذولا. قالوا بنزوره واللي هو بيطلب نبي نعطيه. زاروه يوم شافهم اقبل عليه ويخلي لهم المكان. حولوا على الحرمة قالت الرجال راح في دربه خابر زيارتكم ولا هو بموافق.
المهم يوم جا الليل ليلين ويهجد رفيقه هذا ويطره بجنبيته وله معطيه ما جاد جوده. عاد قام تخالفوا فيه قيمة 7، الذيب هذا تخالف فيه قيمة 7. فهو يقول في قصيدة له: تخاويت أنا والذيب سرحان، دعيته بمان الله وجاني، خوي خواني ماضي أفنان، ولي شرف المرقب شفاني، عقرت السمينة له بسفطان، وعطيته مواثيقي وماني، وتهيا له من الناس شيطان، على شلوته والليل داني، وانا في خويي ما اخذ ثمان الا بنفس ذباحه، بياني ضربته بشلفا، فعلها بان وهي من كف صبي، صيرماني وانا من سلايل، نسل خرصان نبيع الروح، من دون العواني لي البيض شوم، لبن ضبان وكب مهوات الهداني. هذه سالفة الذيب وخويه ابن خرصان. الله يسلمك.